السلام عليكم ورحمة الله. معكم حكيم كزار. شاهد في الخنافس هذه التي بيضها يسبب الديدان. شاهد في هذه مسببات الديدان في الأمعاء. بيضها يفقس. هذه تقوم بوضع بيضها في الحبوب. هذه عندي حبوب قديمة، وهذه خلطة الحبوب. هذه خلطة حبوب اشتريتها جديدة. المشكل هذه جديدة ووجدتها فيها الديدان. مشكل. كيف تعرف أن الحبوب مصابة فيها الديدان؟ لاحظت كيف تلتصق هذه، كيف تلتصق هذه. معناه الحبوب هذه كل تلغى. شوف الحبوب اشتريتها جديدة للأسف غاضتني. خسارة. شفت عندما تكون الحبوب هكذا تلتصق. هذا وش اسمه، ما يسمى خيط، مثل خيط العنكبوت. هذا مثل خيط العنكبوت. لاحظت كيف تتدلى. هذه كلها فيها يرقات. هنا سوف نقوم بملاحظة بعضها. أريد أن أريكم شيء آخر. هذه شوف، لاحظ هنا لو تركز هنا فيها ثقب. فيها ثقب. شفت كلاوها. كلاوها من داخل. شفتها. أنا أريد أن أبحث عن شيء آخر. عندما اشتريت هذه الحبوب وجدت أن فيها بعض الحبوب مصوفة كما تلاحظ. هذه لا يوجد فيها خنفس، ولكن سوف تفقس منها، تخرج منها خنفس. خسارة. هذه سوف أقوم بتحميصها لكي أقتل الديدان التي فيها خسارة. شفت تبرق جديدة. شفت جديدة، حبوب جديدة. شوف للأسف راحت لي. أنا أبحث عن بعض الحبوب التي فيها الصوف. خسارة. لو أقلبها. شفت خسارة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. بالنسبة هذه ترمى، وهذه سوف أقوم بحرقها، أحمسها على النار محاولا أن أقتل بقايا البيض. لا أظن أنه سيموت. المشكل يعني حتى ولو أحمسها لن يموت، لأني جربت عملية تحميص، جربت حتى وضع الفلفل الحار، ولكن لم تنفعني تلك الطريقة. لذلك أنا أتركها 3 أكياس وأنقص منها الهواء لكي يموت عندما اليرقات للداخل. لذلك يجب أن تكون مغلقة. عندما تكون هكذا الحشرات في الداخل لن تجد الأكسجين. عندما لن تجد الأكسجين ستموت. لذلك أنا تركتها في الكيس. عملية فكرة الكيس أو قارورة ماء فارغة تملأها وتغلقها جيدا. هذا البرطمان يدخل الهواء، هذا يدخل الهواء،
هذا وضعت فيه سابقا، وضعتها عندها أشهر من الصيف هذه، فهمت، من العام اللي فات هذه عندها. ذلك هذه الطريقة التي أعتمد عليها، لا أتركها، لا أترك الهواء يدخلها، تموت يا أخي. أحسن طريقة كل بيضة أو تفقس لن تجد الأكسجين تموت. هكذا تحافظ على الحبوب. أحسن لأني حمصت سابقا ولكن لم تنفعني لا تحميص لا فلفل حار لا الثوم. لا تضع في الثوم يا أخي، الثوم يهلك لك طيورك، يسبب تسيف ويهلكهم يا أخي. الفلفل الحار سيته لكن لن أضيف أي شيء. سوف أغلقها هكذا وأتركها فقط. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفية تحميص الحبوب. عملية تحميص الحبوب سوف يكون فيها حبيبات مفحمة. عملية تفحيم الحبوب، هذه العملية هي جيدة للقضاء على الديدان في الحبوب. في نفس الوقت بعض الحبيبات ستصبح مفحمة، وذلك سيساعد الأنثى والطيور على أن يكون الجهاز الهضمي بصحة جيدة. تقوم بهذه العملية على نار هادئة. أنا كنت قد حمصتها الآن، ولكن قلت هيا أزيد أحمصها وأصور فيديو. الصحن هكذا نقضي على الديدان. لا تضع الثوم مع الحبوب، الثوم يخفض نسبة السكر في دم الطائر، يعني يصبح الطائر ساكت وبارد، يصبح بارد جنسيا. الثوم ليس جيد للجنس ولا للتجهيز، ولا يقدم في المشربية لطيور مريضة. حذاري، الثوم لا يقدم لطيور مريضة. هكذا نقضي على الديدان. الحبوب ساخنة، الحبوب ساخنة كثيرا. سوف أزيد تحميصها. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. سوف أزيد أنا أحمصها ولكن سأتوقف هنا.